الدولة الإسلامية في العراق وسوريا هي ظاهرة قد يراها الكثيرين صادمة ومروعة للغاية. كيف استطاع تنظيم داعش أن يسيطر على مساحة بحجم دولة ويرتكب فيها فظائع جماعية ويشن منها هجمات إرهابية في الخارج؟ هذه هي القصة المختصرة للدولة الإسلامية في العراق وسوريا. قبل سنوات عديدة من وجود الجماعة الإسلامية في العام 1979 حاول الاتحاد السوفيتي الدخول في أفغانستان للدفاع عن الحكومة ضد المتمردين، وتدفق الشباب من الشرق الأوسط للانضمام إلى المتمردين، واعتبره الكثيرون صراعا دينيا، ومن بينهم شخص فائق التعليم يدعى أسامة بن لادن. وفي أفغانستان أيضا هنالك شخص يعتبره الكثيرين شبه متعلم يدعى أبو مصعب الزرقاوي من الأردن. هؤلاء الرجلين لا يتوافقان مع بعضهم البعض، ولكنهما سيؤسسان أكثر الجماعات فتكا في الشرق الأوسط. في العام 1989 انسحب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، ويعود المقاتلون أخيرا إلى ديارهم. تنمو القاعدة الإسلامية بقيادة أسامة بن لادن لتصبح شبكة عالمية لمواصلة النضال ضد أعداء الإسلام، وشكل الزرقاوي جماعته الخاصة لكنها لم تلقى نجاحا واسعا. لاحقا عاد كلا الرجلين إلى أفغانستان. في 11 من سبتمبر هاجمت القاعدة بقيادة أسامة بن لادن الولايات المتحدة. غزت الولايات المتحدة أفغانستان، ثم هرب بن لادن إلى باكستان، وكذلك هرب الزرقاوي إلى مكان نائي في العراق. بعد عامين قامت الولايات المتحدة بعمل سيغير خارطة الشرق الأوسط من جديد ويمهد الطريق لداعش. غزت أمريكا إمبراطورية السنية لصدام حسين في العراق، وحل الجيش العراقي، ثم انضم الآلاف من الجنود العراقيين الغاضبين والعاطلين عن العمل إلى الجماعات الإسلامية الجهادية المتمردة التي كانت تتمرد على الحكومة الجديدة والتي هي في الغالب شيعية. كان الزرقاوي من بين هؤلاء الجهاديين. أصبحت جماعة الزرقاوي في النهاية أكثر الجماعات قوة وقسوة في العراق، ويهاجم بشكل خاص الأغلبية الشيعية، مما يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية بين السنة والشيعة. وبحلول عام 2004 أصبح الزرقاوي قوي للغاية، وكان تنظيم القاعدة معزول وضعيف. حاول الزرقاوي تعزيز صورته من خلال تشكيل تحالف، والذي أصبح معروفا باسم تنظيم القاعدة. ولكن في العام 2006 تمرد التنظيم ضد الزرقاوي وتم قتله عن طريق الولايات المتحدة بغارة جوية. في العراق مني الأمريكيين بهزيمة كبيرة، لذلك قرروا الانسحاب في عام 2011 وتركوا العراق لحكومة محلية شيعية في الغالب. وفي العام 2011 ينتشر الربيع العربي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في سوريا قمع الدكتاتور بشار الأسد بقوة على المتظاهرين الذين ردوا في النهاية بحمل السلاح، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية. يخشى الأسد من تدخل العالم ضده، لذلك أطلق سراح الجهاديين من السجون السورية بأعداد كبيرة، مما أدى إلى تطرف المتمردين وجعل من الصعب على المجتمع الدولي دعمهم. في العراق ما تبقى من جماعة الزرقاوي لا يزال متحالفا مع القاعدة، ولكنه أصبح الآن يعرف باسم الدولة الإسلامية في العراق بقيادة عالم الدين المعروف أبو بكر البغدادي. في العام 2012 أرسل البغدادي نائبا رفيع المستوى إلى سوريا لبدء فرع جديد من القاعدة للقتال إلى جانب المتمردين يسمى بجبهة النصرة. هاجم البغدادي سلسلة من السجون في العراق، وقام بتجميد الجهاديين السابقين في سوريا وتجنيد جهاديين جدد، وأصبح أقوى في أبريل عام 2013. لكن البغدادي أعلن أنه سيتولى السيطرة على جميع قوات القاعدة المتحالفة في سوريا والعراق، وأصبحت معروفة باسم داعش. رفضت القاعدة في سوريا مخطط البغدادي، وفي العام 2014 تم عزله رسميا، وأصبحت الجماعتين الجهاديتين متحالفتين مع بعضهم البعض. يرجع قوة داعش في سوريا إلى أن الأسد يتسامح مع صعودها لأنه يقسم أعداءه داخل سوريا، ولأن القوى الأجنبية تركز الآن على داعش بشكل كبير بحيث لا تهتم بأمر الأسد. وبحلول يونيو عام 2014 تكون داعش قد بنت جيشا قويا في سوريا وتشن هجوما عسكريا على الجيش العراقي الذي ينهار بسبب الفساد دون مقاومة تذكر، ويكون الكثير من السنة الغاضبة على حكومتهم التي يهيمن عليها الشيعة والتي زاد استبدادها يرحبون أو على الأقل يتسامحون مع وصول داعش في مناطقهم. وفي تلك الفترة صعد داعش وسيطر على ثلث العراق وجزء كبير من سوريا. هدف داعش كان أكبر بكثير وأكثر جرأة من تنظيم القاعدة الإسلامي، وهو إحياء الخلافة القديمة وتوسيعها لتشمل جميع المسلمين، واعتبرت الأكثر إيمانا بالإسلام في ذلك الوقت. آلاف المسلمين معظمهم من الشرق الأوسط وأوروبا قاتلوا للانضمام إلى
الجماعة. انضم بعضهم لأسباب دينية، لكن الكثير منهم يشعرون أن داعش تقدم لهم إجابات وأهدافا للحياة، حيث غزت الأراضي الكردية في العراق وسوريا، شنت إبادات جماعية ضد الأكراد، وقتلت الصحفي الأمريكي جيمس فولي أمام الكاميرات، مما أثار غضب العالم وأدى إلى شن حملة بقيادة أمريكية ضد داعش.